بعض الأطعمة التي نتناولها بانتظام قد تسبب ضرراً كبيراً لخلايا الدماغ، مما يزيد من خطر الإصابة بالخرف وأمراض أخرى مثل الزهايمر. إليك قائمة ب10 أطعمة يجب الحذر منها. أولاً، الأطعمة المقلية. البطاطس المقلية والدجاج المقلي من أكثر الأطعمة ضرراً للدماغ بسبب احتوائها على مركبات ضارة تعرف باسم الأكرولين الناتجة عن القلي العميق. ثانياً، المشروبات السكرية. الصودا والعصائر المحلاة تحتوي على كميات كبيرة من الفركتوز الذي يرفع مستوى السكر في الدم ويزيد من الالتهابات في الجسم والدماغ. ثالثاً، الأطعمة المجمدة والمعلبة. الأطعمة الجاهزة مليئة بالصوديوم والمواد الحافظة التي تؤثر سلباً على الدورة الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ. رابعاً، المخبوزات المصنعة. الكعك، البسكويت، وباقي منتجات المخابز تحتوي على سكريات مضافة ودهون مشبعة تعزز تراكم البروتينات الضارة في الدماغ وتؤدي إلى الخرف. خامساً، اللحوم المصنعة. تحتوي اللحوم المصنعة على النترات والمواد الحافظة التي تزيد من خطر الإصابة بالتهابات الدماغ. سادساً، الأطعمة الغنية بالملح. تناول كميات زائدة من الملح يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يرتبط بتقليل تدفق الدم إلى الدماغ وزيادة خطر الإصابة بالخرف. سابعاً، المحليات الصناعية. الأسبارتام والسكرالوز هي مواد تستخدم بدلاً من السكر لتحلية الأطعمة والمشروبات وغيرها من المنتجات، وتؤثر على التوازن الكيميائي في الدماغ. ثامناً، الكربوهيدرات المكررة. المأكولات الغنية بالكربوهيدرات المكررة كالخبز الأبيض تتحول بسرعة إلى سكريات في الجسم، مما يؤدي إلى طفرات سريعة في مستويات السكر في الدم، وهو ما يسبب تلف الخلايا العصبية. تاسعاً، الكحول. الإفراط في تناول الكحول يؤثر على المادة البيضاء في الدماغ ويضعف القدرة على التذكر والتفكير. عاشراً، منتجات الألبان كاملة الدسم. على الرغم من أنها غنية بالمغذيات، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب تراكم الدهون المشبعة التي تؤثر سلباً على الأوعية الدموية في الدماغ. الاعتدال في استهلاك هذه الأطعمة وتبني نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه والبروتينات الصحية يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من الخرف.